هو أول سؤال في أي interview حتى امتحان التويفل أو IELTS، وبيبقى ليه أكتر من صيغة زي مثلا introduce yourself, give me a brief about yourself، أو tell us about yourself، وصيغ تانية كتير آخرها yourself في الآخر. طب ليه السؤال ده بيتسأل؟ إيه الهدف من السؤال ده؟ واللي قدامي عايز يسمع مني إيه اللي لو سمعته له خلاص أنا كده على وضعي وعديت ونجحت بامتياز في أول سؤال. طب حلو جدا. طيب مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم، في أي انترفيو أنت بتحاول تقنع اللي قدامك بيك وتأثر على رأيه فيك قدر المستطاع، لأن رأيه ده هو اللي هيحدد أنت هتكمل ولا لأ. ده طبعا بعد توفيق ربنا في الأول وفي الآخر، والأرزاق بيد الله في كل الأحوال، إحنا مجرد بس بناخد بالأسباب. فعلى حسب الموقف، على حسب الانترفيو، على حسب اللي قدامي عايز يسمع مني إيه. لكن ممكن إن إحنا نختصرها لنوعين: انترفيو بيزنس، شغل دراسة منحة فيزا تدريب أيا كان، أو انترفيو تقييم للغة زي مثلا تويفل أو آيلتس. حلو جدا. لو انترفيو بزنس فالسؤال ده ممكن يخلي اللي قدامك يقفل منك خالص لو واحد مش بروفيشنال كفاية وبيحكم على الناس بمشاعره أكتر من عقله، أو ممكن يقتنع بيك ويقول لا ده شخص كويس من مجرد أول سؤال. فالهدف من السؤال ده هو نظرتك لنفسك عاملة ازاي، واثق من نفسك، مغرور، شخصيتك قوية، شخصيتك ضعيفة، ولا انت ايه. وخلي بالك حاجة احطها في ودني ومنساهاش: انا احسن واحد يعرف يتكلم عن نفسي، فمفيش داعي ان انا اكذب واقول حاجات مش فيا، علشان في الاخر في حاجات بتميزني عن غيري. ولو انا مش عارف اتكلم عن نفسي مين هيخليني اتكلم عن نفسي؟ ولو انا مش عارف اتكلم عن نفسي مين هيتكلم عني؟ اما بالنسبه لاختبار تقييم اللغه زي التويفل او الايلتس او اختبارات اللغه اللي في الشركات الانترناشونال، فمش هيفرق معاها قوي انا مين وانجازاتي ايه، قد ما يفرق معاها او الناس ذات او اللي بيعمل الانترفيو هيفرق معاه انا كويس في اللغه ولا لا، في اخطاء ولا لا، بتكلم اللغه بطلاقه ولا لا. طيب اول ايه؟ بالنسبة للبيزنس انترفيو هقول قصة مختصرة من 3 ل4 دقايق، هقول فيها الكارير بتاعي، تجاربي واللي اتعلمته منها، ترقيات، إنجازاتي، الخطة بتاعتي الفترة اللي جاية واللي بقدم عليه دلوقتي سواء سفر أو شغل جزء من الخطة ديت، وهكذا. أما لو مفيش حاجات كتير أقدر أقولها، مثلا طالب مثلا، فهقول الكورسات اللي خدتها، الأنشطة التطوعية، شغلانة بارت تايم أو شغلانة مثلا اشتغلتها في الصيف واللي اتعلمته منها. أخطاء ناس كتير بتقع فيها هحاول أتجنبها، زي مثلا إني أتكلم عن حياتي الشخصية مش المهنية، أو مثلا إني أكرر الأسئلة أو أرد سؤال بسؤال زي مثلا أنت عايز تعرف إيه، أو إني أحفظ كلام وأسمعه كنت كاتبه في السي في بتاعي. بالنسبة لل HR أو الإكزامينر أو الشخص اللي بيعمل الانترفيو، هو واحد عنده مهمة معينة هيعملها معايا مثلا في 10 دقايق تلت ساعة، هيقيمني كخبرة أو كلغة، أو هيشوف أنا كويس أو مناسب للبروفايل اللي معاه، هل اللي بيعمل للناس انترفيو على أساسه ولا لأ، أو خلاص فمش هيناسبني عشان يعرف أمور الشخصية. بالنسبة للانترفيو تقييم اللغة أو أي انترفيو اللغة أساسية فيه وبتقيم على أساس اللغة بشكل أساسي وكبير فيه، فهقول جمل بسيطة ومختصرة في صلب الموضوع، وهحاول على قد ما اقدر ابعد عن الجمل المعقده او الحاجات المعقده اللي ممكن اغلط فيها ولو اتسالت فيها مش هعرف ارد، زي النيم، age، educational background، career history او experience. ولو حابب اقول hobbies ماشي، مش حابب دي حاجه ترجع لك. فانا هبدا دلوقتي. My name is Islam. I'm 26 years old. I graduated from Ain Shams University, Science Faculty, Geology and Geophysics Department. That was in 2016. I worked as blah 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 blah. ولو أنا طالب هقول I study at Faculty of، بعد كده هقول الuniversity، وهقول first grade, second grade, third grade, fourth grade على حسب السنة اللي أنا فيها. الموضوع سهل وبسيط، مش هياخد مني دقيقتين 3، بس هي الفكرة كلها في التحضير. أشوفكم الأسبوع الجاي.